أهلا بيكم في قناة خلف الشاشة. القناة اللي بنشوف فيها الحقيقة، مش الترند اللي بيعدي على السريع. النهاردة هنفتح ملف قناة حبي حياتك ودلعي مطبخك مع سماح، والقصة الكبيرة اللي ورا سماح، ست البيت اللي صحيت من النوم وقررت ليه لأ، ما نعملش ترندات، ما نزعل ونتخانق ونعيط، الدنيا مش هتتهد برضه. لكن أهم سؤال، هو ده طبيعي ولا ده الهندي اللي واخد معاها أكتر من لازم؟ يلا بينا نشوف. سماح عندها قناعة ثابتة إن المشاهدات بتعلى بالسخونة، فتقوم داخلة على جوزها بخناق مدروس. مش أي خناقة، لأ، خناقة فيها 3 دموع على 2 تنهيدة على قفلة باب وبيتزا محروقة عشان التفاعل يزيد، وفجأة الفيديو يجيب 100,000 مشاهدة في يومين. ليه؟ لأن الشعب بيحب الفرجة على المصايب بس من بعيد. سماح أدركت حاجة، إن مفيش شعب في العالم ما بيحبش المسلسلات الهندي قد الشعب المصري، فتلاقيها تبص للكاميرا وتقول وبعدين بقى سيف انت بتخوني يا سيف، مع انها مش متجوزة واحد اسمه سيف اصلا، بس عادي، المهم الجو. طول الحلقة قاعدة تعمل كده، تلف وتدور، تبص للكاميرا، ترفع حاجب وتحط موسيقى كأننا في جيتا واندر مش في مطبخ. والناس الله ده تمثيل جامد، فتعلى المشاهدات وتعلى الدراما وتعلى كمية الفازلين اللي على العدد. اللي ورا الكواليس بقى، سماح بتصحى الصبح تقول يا نهار ابيض، النهاردة هنعمل ايه؟ نعيط ولا نضحك؟ نخاصم ولا نطبخ؟ نطلع منهارين ولا نتجوز من جديد؟ وتكتشف انها بقت عايشة جوه المحتوى الشهير مش جوه حياتها. ده حتى لما ابنها جالها وقال لها ماما عندي واجب، ردت عليه ثانية يا قلب ماما، بختم مشهد الانهيار. القصة مش في الخناقات ولا في دموع سماح ولا في المسلسل الهندي اللي حافظاه أكتر من أسماء جيرانها. القصة في إن بعض القنوات اكتشفت حاجة خطيرة، إن الترند بيحب الدراما حتى لو مش حقيقية، لكن المشاهد ذكي بقى فاهم إن مش كل زعل زعل، ولا كل خناق خناق، ولا كل كاميرا بتصور الحقيقة، في حاجات بتتعامل مخصوص خلف الشاشة. سماح اكتشفت إن الناس بقت بتزهق من المحتوى العادي، الأكل خلاص اتشاف والتنظيف اتفرم والمشتريات اتكررت آلاف المرات، فقالت ليه ما نزودش شطة زيادة على المحتوى. تلاقيها فجأة تقول يا بنات أنا زعلانة من جوزي النهاردة وهقول لكم ليه، وتبدأ الحكاية بطريقة تخليك تفكر إنها حصلت مصيبة، وفي الآخر عشان ما جابليش عصير المانجا. والله. وترند الموقف العنيف يعلى والتعليقات تتقسم نصين، نص متعاطف ونص بيضحك، وهي تعد الدولارات من المشاهدات. اللي ورا الكاميرا أهم من اللي قدامها. المتابع اللي داخل يتفرج مش داخل يسمع نشرة أخبار البيت. بس سماح بتعرف كويس إن كل ما تحكي تفاصيل أكتر الناس تتعلق أكتر، خاصة لو كان فيها هو ظلمني، مش مقدر تعبي، مش بيهتم بيا، أنا ست وكل ست تستاهل تتدلع. وبكده هي بتعمل محتوى نسوي بس على الطريقة الهندية، دموع وموسيقى وكوباية شاي. سماح من فترة قررت تتطور، تعمل خناقة لايف، مفيش سيناريو، مفيش مونتاج، بس في صوت ميكسر، في جوزها اللي مش فاهم ليه فجأة بقى ممثل بطولة، والمتابعين قاعدين في الكومنتات سيبيه يا سماح، لا يا حبيبتي هو عنده حق، العيال فين، هيناموا فين النهاردة؟ وهي بتاخد أكتر من 500 مشاهد في الدقيقة، ده غير الهدايا اللي بتطلع عليها زي الشتا في فيلم رومانسي. واحنا بقى كقناة خلف الشاشة عندنا عين بتشوف أكتر من اللي بيتقال. الحقيقة إن سماح زي غيرها، امبارح كانت بتطبخ وصفات والنهاردة بتطبخ مشاعر، لأن المشاعر أسرع والمشاهدات أعلى والفلوس أسرع. لكن اللي محدش بيشوفه إن كل ترند لازم يجي وقته وينزل. الدموع ليها جمهور، لكن الصدق عمره أطول. واحنا مش ضد سماح ولا ضد أي قناة بتحاول تعيش،
احنا بس بنقول الحقيقة، إن المحتوى بقى لعبة مشاعر، واللي بيفهم اللعبة بيتفرج عليها من بره. وده كان تحليل قناة خلف الشاشة. استنونا في حلقة جاية نكشف فيها قصة جديدة وترند جديد وحكاية وراها 1000 كاميرا، بس الحقيقة ورا الشاشة بس.